نيران مشتعلة بين الناس وعلى الناس وكأنها صورة محرقة بشرية أو إبادة جماعية تشتعل مع القلوب والعيون على فظاعة المشهد، وبتكون حكومة هذه الدولة بحالة هلع وإرباك. ومواقع التواصل تنشر بعض المقاطع التي تهز الناس وتحبس الأنفاس. واحدة من الأحداث اللي توقعتها المتنبئة ليلى عبد اللطيف. يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 قام المصريين على حدث كبير ومفجع ومحزن، وهو حريق مديرية أمن الإسماعيلية. وكعادة أي حدث بيحصل فيه خراب أو دمار في الفترة الأخيرة إنه يحصل بالليل، برضو الحدث ده حصل بالليل الساعة 4 الفجر وكل الناس نايمة. فجأة وبسرعة رهيبة وبدون أي مقدمات المبنى اتحول لكتلة فحم واتدمر بالكامل، والمبنى اتحرق بالناس اللي كانت فيه. الأهالي حاولوا على قد ما يقدروا إن هم ينقذوا أي حد من الناس اللي موجودة جوه المبنى، وعلى ما الإسعاف والحماية المدنية وصلت كان المبنى اتحول لكتلة فحم. لدرجة إن النار وصلت للمباني اللي جنب مديرية الأمن، وبدأت الناس اللي جوه المبنى تصرخ علشان أي حد يطلعها من الحريقة اللي هم فيها. وفي مشهد مرعب النار وصلت لكل أجزاء المبنى لدرجة إن هي غطت سطح المبنى نفسه. وكالعادة مفيش أي سبب واضح لبداية الحريقة، وإيه اللي يوصل مبنى ضخم زي مديرية الأمن متجهز بكل التجهيزات ضد الحرايق إن هو يوصل للدرجة دي والنار تمسك فيه من كل مكان؟ التحقيقات بتقول إن سبب اشتعال النار أو بداية أول شعلة هو إطلاق قذائف على المبنى مباشرة. طب إيه اللي أطلق القذائف دي؟ طب جت منين؟ محدش عارف حاجة. وعلى الفور وصل أكتر من 20 عربية مطافي وطائرات هليكوبتر في محاولة للسيطرة على الحريقة، وأكتر من 50 عربية إسعاف لنقل المصابين اللي كانوا موجودين جوه المبنى خلال الحريقة. شهود العيان والصور بتوضح إن كان في ناس بتولع وهم جوه المبنى، وفي ناس بتنط من المبنى والنار ماسكة فيها. ولحد دلوقتي لسه مفيش نتائج مؤكدة عن سبب الحريقة أو إجمالي الضحايا. وبالتزامن مع حريقة مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، كان في حريقة تانية في مبنى ضخم ولكن في السعودية في فندق هيلدن جاردن في الرياض. وبدون أي مقدمات النار مسكت في واجهة مبنى الفندق بالكامل، لدرجة إن النار وصلت للعربيات اللي كانت راكنة قدام الفندق. حوالي 8 أو 9 عربيات ولعوا قدام الفندق. وعلى الفور وصلت الحماية المدنية في الرياض للفندق ونجحوا إن هم يسيطروا على الحريقة قبل ما توصل للفندق كله، لكن كانت واجهة الفندق اتفحمت بالكامل. التحقيقات بتقول إن مفيش أي خسائر في الأرواح، وإن كل الخسائر اللي حصلت هي خسائر مادية فقط. السؤال هنا إيه أسباب الحرايق اللي بتحصل كل شوية في كل بلد مختلفة؟ ومين اللي ورا الحرايق دي؟ حرايق الجزائر اللي خدت الأخضر واليابس، وحرايق مدينة هاواي اللي حولت المدينة كلها لكتلة من الفحم في يوم وليلة، ولا حرايق العراق؟ ويا ترى الحرايق دي هتستمر معانا لحد إمتى؟ وهل فعلا بتحصل بصورة طبيعية أو أخطاء بشرية؟
ولا دي كلها مخططات زي ما أغلب الناس شاكة؟ خلينا نعرف أكتر في الحلقات الجاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.